صلي على محمد. المنتخب الفرنسي الكرة استرالية التسديدة وين 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 مرت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. جيرو وأولى الكرات من هنالك على الكرات في العمق والتغطية من غريزمان. الحكم خلل يسدد صاروخ بيمنى عليك من البطاقة الصفراء أمام تشواميني ومندز استلم تيو يرفع الكرة خطيرة من أول كرة وأول لعبة التوزيعة من هنالك على الجهة اليسرى أدريان رابيو جول. 1-1 صارت النتيجة الآن. فرنسا تعود من بعيد وتعدل من طرف وسط ميدان وليس يا ناتال. امبابي خطفها، رابيو انطلق فيها وعلى طول جيرو قلب الطاولة ديوك التي لا تعرف الاستسلام، لأنه المباراة هذه صراحة إيرفاين كاد يعدل النتيجة لمنتخب أستراليا. سلام جاكسون إيرفاين كانوا ممتازة. غريزمان انت غريزمان وليس مبابي. لا انت اوليفييه جيرو وليس مبابي في هذه الكرة. جيرو هو الذي يضيع كرات مثل هذه وليس كيليان. والتوزيع رائعة لو سجلتها يا جيرو لو سجلتها ديو مبابي يوصفه للأسف ومبابي الدفاع الدخل هاري سوتان العملاق يخرجها في الركنية أمام كيليان ويرجع الكرة مباشرة لحارس ويجو. يبقى تشواميني سقط على أرضية الميدان. هذا كله مثلا يحتسب وقت ضايع بالنسبة لحكم المباراة. ما ننساوش بأنه كاين فيه وقت. الركنية من أنطوان غريزمان الراسية ومرت سلامات راحت ضربة مرمى الكرة هذه من هنالك. شفتوا ديمبلي عندما زادوا في الريتم صنعوا الفارق. كرة بينية بين تيو ومبابي. تيو لغريزمان الدفاع خرجها رجعت مرة ثانية لمبابي وتيو الخارج الثاني من هنالك على الجهة اليمنى. مبابي من أمام كينسون. مبابي أوليفييه جيرو يسجل ثنائي الليلة. هذا الذي لم يسجل في مونديال فازت به فرنسا يسجل ثنائية في ساعة أمام منتخب أستراليا. فرنسا تضرب بالأربعة. يا سلام عليك يا جيرو. ثنائية من جيرو وهدف